الجسد ورأت ابنها مقتولا، ورأت كيفاش غيكون هذه الحالة ديالها. احنا المهم اللي كيهم الآن اللي كيهمنا هو الحقيقة. يمكن كتروج شي إشاعات ولا تروج شي أخبار ولا شي حاجة، ولكن كعائلة وكأمن لإنجاح البحث ولمساعدة البحث ولإخراجه، أنه خاص المحافظة على السرية. كنقلب الآن على شي كلمة توصف كيفاش تلقيناه، ما كاينش شي حاجة اللي كنقول لك يستحيل نلقى لك الآن شي كلمة توصف لك كيفاش تلقينا. عثماني هو الابن ديال الخال ديالي، والاب ديالو اكثر من الخال، بانه تربينا مع بعضياتنا، وخاصه المراحل ديال الصغار ومراحل حتى بدايه الشباب. فبالتالي هو قرابه عائليه دمويه من الجهه ديال الام، وهو كذلك قرابه اخرى اللي كتربطنا معه الصداقه، وكتربط معه كذلك نفس المهنه اللي كتجمعنا، مهنه التعليم. الحاله ديال الام ديالو كيفاش غتكون حالة ديال الأم؟ تصوروها حالة أم التي فوجعت أكثر من فاجعة، فوجعت بمقتل ابنها، الوفاة الرحيل ابنها، فوجعت بأنها رأت الدماء ورأت الجسد ورأت ابنها مقتولا، ورأت كيفاش غيكون هذه الحالة ديالها. يعني الحالة كيف ما كانت الكلمات، كل الكلمات لا يمكن بتاتا أن تصف الحالة الأم ولا حالة العائلة، لأن أحيانا تعجز الكلمات عن وصف الصورة. الحالة لا يمكن وصفها بتاتا. نتمناو يا ربي، وهذا هو طلبنا الناس، طلبنا المتابعين المواطنين وكاملين، الدعاء للعائلة، الدعاء للمرحوم، والدعاء للعائلة بصفة عامة، وبصفة خاصة الدعاء العام الأم تخرج من هذه المحنة ديالها، والله يوقف معها ويغرقها بالصبر، لأن هي محتاجة دابا للدعاء كما العائلة كلها محتاجة للدعاء. الخبر اللي نزل البارح، أولا نزل في واحد اللحظة اللي كانت الليلة، وهذا ثانيا الخبر ديال البلاغ هو بلاغ باقي ابتدائي، باقي ماشي بلاغ نهائي. احنا المهم اللي كيهم الآن اللي كيهمنا هو الحقيقة، هو معرفة الحقيقة، ماشي باش نرتاحوا، ولكن باش نحيدوا علينا كعائلة، نحيدوا علينا واحد الجزء ديال الأسئلة اللي ماشي هذا هي وقتها، بأنه ما يبقاش التساؤلات وهذه الأسئلة وهذه. على الأقل من كتظهر الحقيقة كتمشي تشوف الواقع الآخر، واقع الأم، واقع العائلة، واقع فقدان ديال ابن البكر ديال العائلة والابن البار. فبالتالي قرينا البلاغ ككل الناس بنوع من التعجب، نوع من الاستغراب، نوع من الطرح، لأن حتى البلاغ كيدفعك، كيعطيك تطرح مجموعة تساؤلات اللي موراها. دابا من نهار اللي جات رجال الأمن باكتشاف ديال الجثة من طرف العائلة وحضور ديال الشرطة العلمية وغيرها، بأنه وبعد ما تطورت القضية وما بقاتش قضية ديال العائلة فقط، ولات قضية ديال رأي عام وطني، أكيد أنها الأجهزة الأمن بكل تلويناتها وبكل الإدارات ديال، سواء ديال تطوان، سواء ديال العرايش، سواء ديال طنجة، كدير المجهودات. البحث بحال هذه، البحث اللي خاصو السرية، لأن من أجل النجاح ومن أجل كشف الحقيقة أو أولى شروط البحث هي سرية البحث. فبالتالي يمكن كتروج شي إشاعات ولا تروج شي أخبار ولا شي حاجة، ولكن كعائلة وكأمن لإنجاح البحث ولمساعدة البحث ولإخراجه، أنه خاص المحافظة على السرية ديال البحث والسرية، لأنه في الآخر ربما ما يكونش غير جاني واحد، يكون جاني ولا جونات وعنده شركاء، بأن إخراج أي معلومة بأنها ربما ما تساعدش. الآن اللي كاين لحد الساعة بأنه كاين إلقاء القبض على الشابة اللي كيقولوا في عمرها 17 سنة، وكيقولوا بأن هناك شراكات، واللي أكيد أنه غدا إن شاء الله سيتم تقديمها إلى أمام الوكيل الملك، وفي التقديم حيرتئي آنذاك إما أن البحث أنه جاهز وبالتالي، أو البحث غير جاهز وبالتالي إعادة التحقيق والتقدم بها إلى قاضي التحقيق. غدا غادي يبان مجموعة ديال الحوايج.
وكيفاش ممكن يتلقى الانسان هذا الخبر؟ هذا الخبر اللي ما نقولكش ما كانش متوقع، لانه كان اخر التوقعات اللي ما متوقعش بتاتا مثل هذا الخبر. ملي كتلقاه بحال كما قلت لك بعض الاحيان ما كاين. كنقلب الان على شي كلمه توصف كيفاش تلقيناه، ما كاينش، لان انا ذاك ماشي غير كلمه، لان حتى ملي مشينا للمكان ديال الجريمه كنا راه ما بقاش حتى واحد ما كيهضر مع حتى واحد. كنا قلال العائله، حنا والعائله المقربه وبا وامه، ولكن الهضره ما كانش، كان الهضره فقط العيون والدموع والبكاء. كيفاش تلقيناه ما يعني صعيبه نوصف لك كيفاش تلقيناه، لان ما كاينش ماشي ما عرفتش نقول كلمه الصدمه، راه فوق الصدمه يعني شي حاجه اللي كنقول لك يستحيل نلقى لك الان شي كلمه توصف لك كيفاش تلقينا الخبر، يستحيل، لان هذا الخبر هو اللي خارج اي خيال، خارج التصور. شكون هذا اللي يتخيل ولده في عز الشباب انه يموت ويموت مقتول؟ شكون هذا؟ ما هو مجرم، ما هو حتى حاجه، ما هذا شكون فين وفي المنزل ديالو؟ فبالتالي نقول لك صدمه اكثر من الصدمه، نقول لك فاجعه اكثر من الفاجعه، نقول لك كارثه اكثر من الكارثه، نقول لك نكبه اكثر من النكبه. كل الاوصاف ما يمكنش توفي الوصف الحقيقي كيفاش تلقات هذا الخبر الكارثي. اولا الرساله للشعب المغربي كامل، الشكر كامل الشكر والدعاء للشعب المغربي انه يحفظ له الاعزاء ديالو. ثم الكلمه للجميع مني انا الاول والجميع، خص كفى من التفاهه، كفى من العبث. ونقول للدوله المغربيه والمسؤولين بانه خص المؤسسات ديال التربيه، المؤسسات اللي كتربي، خص ارجاع للقيمه ديالها. واولى مؤسسات التربيه هي المدرسه الثانويه، ما تبقاش غير مؤسسات التعليم كنقريو غير فيها، هي مؤسسه التربيه قبل التعليم. مع كامل الاسف هذه المؤسسات ما بقاتش كتربي، ولات غير كتقري. علاش؟ لان حتى الاسره اي حاجه عقاب ولا شي حاجه كيقول لك انا صيفطك ولدي ما ديرليش، ولدي ما تفعليش الدري. فالمؤسسات ديال التعليم والتربيه حيدنا منها التربيه، حيدنا منها التربيه، ولا بلا تربيه ما كاينش. ثم الاسره فقدت هذه السلطه ديال التربيه. علاش؟ لان كتلقى بان الاب والام خدامين، فهاد الطفل ولا هاد الشاب شكون غيربيه؟ من المؤسسات التربيه ما بقاش كتأدي الواجبات ديالها ديال التربيه، ومؤسسه الاسره ما بقاتش كتربي، ولاو كيربيو شكون؟ كيربي الشارع، وكيربي التيك توك، وكيربي الصحافه ديال التفاهه، ولاو التافهين هما القدوه، ولا العنف سائد، ولا مساله عاديه تشوف الشباب بالمواس بالسيوف بغاد الكره، عاديه تشوف الاحتفالات كترجع الى هذا. فبالتالي خص اعطاء قيمه للتربيه، وخص اعاده كذلك لواحد القيمه اساسيه هي الاخلاق. فالنفس ما يمكنش تقوم الا بالاخلاق. هذه النصيحه للشعب المغربي والمسؤولين، بان الاهتمام بالتربيه اولا، والتربيه ثانيا، والتربيه ثالثا. شكرا بزاف. عفوا وتحياتي.